أرملة وثقت في صديق ابنها ودخلته بيتها، ولكنها اكتشفت إنه بيخطط لكارثة هتدمر حياتها. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع ست أرملة اسمها شارون، واللي بيكون عمرها 45 سنة. وبنعرف إن من كام شهر في شخص اعتدى على جوزها وكان السبب في نهاية حياته، والقاتل ده بيكون لسه مجهول ومحدش يعرف مين هو. وبنعرف إن شارون بيكون عندها ابن اسمه أنتوني، وبعدها بنشوف أنتوني وهو في الكلية بتاعته. وفي الوقت ده بيجي طالب في الكلية وبيفضل يرخم على أنتوني، بس أول ما الطالب ده بيشوف طالب تاني اسمه ديلان جاي عليهم، بيسيب أنتوني بسرعة وبياخد بعضه ويمشي. وبعدها بنعرف إن أنتوني بيكون معجب ببنت في الكلية اسمها ميجان، ولكن ما كانش عنده الشجاعة أبدا إنه يروح يكلمها. ولما ديلان بيلاحظ ده بيروح يعرف ميجان على أنتوني، وبعدها أنتوني بيروح يسأل ديلان هو ليه بيساعده بالشكل ده. وديلان بيقوله لأنه عارف إن أبوه متوفي وصعبان عليه. ومن وقتها وأنتوني وديلان بقيوا أصحاب جدا. وفي يوم أنتوني بياخد ديلان للبيت بتاعه وبيعرفه على أمه شارون، واللي أول ما ديلان بيشوفها بينبهر من شدة جمالها ومش بيقدر يرفع عينيه من عليها. ووقتها أنتوني بيقول لأمه إنه هينظم حفلة هنا في البيت، وهو وديلان هيعزموا فيها كل أصحابهم اللي في الكلية. وتاني يوم في الحفلة أنتوني بيفضل يتكلم مع ميجان وبيكون مبسوط جدا. ولما شارون بتشوف ابنها وهو مبسوط لأول مرة من ساعة وفاة أبوه بتكون سعيدة جدا علشانه. ووقتها ديلان بيفضل يبص على شارون وبيكون مركز معاها، ولما شارون بتلاحظ ده بتكون مستغربة جدا. وبعد شوية ديلان بيخرج من حمام السباحة وبيتسلل لجوه البيت وبيدخل أوضة شارون، وبيبدأ يبص على صورة ليها لما كانت مع جوزها وابنهم أنتوني. وفي الوقت ده شارون بتدخل للأوضة بتاعتها، ولما شارون بتسأله هو بيعمل إيه هنا، ديلان بيعتذر وبيقول لها إنه كان رايح للحمام ودخل الأوضة دي بالغلط، وبيبلغها إنه حاسس بشعور الألم اللي هي فيه بسبب فراق جوزها، لأن هو أبوه متوفي برضه ومفتقده جدا. وساعتها شارون بتتأثر بكلام ديلان وبيصعب عليها. وتاني يوم شارون بتفرج ديلان على بيتها التاني واللي كانت عايشة فيه مع جوزها قبل ما يموت، وبتطلب من ديلان إنه يشوف لها حد يشتريه. وديلان بيوعدها إنه هيساعدها في بيع البيت. وساعتها بنلاحظ إن شارون بدأت تشعر بالانجذاب ناحية ديلان، واللي بدأ يزور بيت شارون بشكل مستمر بحجة إنه صديق ابنها. وشارون كانت مبسوطة جدا بده. وتاني يوم لما شارون بتكون في مكتبها بيجيلها رسالة على البريد الإلكتروني وبيكون مكتوب فيها معلومات كتير عن سرها القديم اللي كانت مخبية على جوزها. وأول ما شارون بتشوف الرسالة دي بتتصدم وبتخاف جدا. وفي الكلية ديلان بيقول لأنتوني إنه لازم يخرج مع ميجان ويقرب منها أكتر. وبالفعل أنتوني بيروح يطلب منها إنهم يخرجوا يتعشوا مع بعض النهاردة. وفي الليل ديلان بياخد ميجان في عربيته لبيت أنتوني، وديلان بينزل من العربية وأنتوني بيركب مكانه وبيمشي بالعربية هو وميجان علشان يروحوا يتعشوا. وديلان بيفضل مع شارون في البيت وبيفضل يتكلم هو وشارون في حاجات كتير مختلفة. وبعد شوية شارون بتتفاجئ إن ديلان بيبدأ يقرب منها بشكل غير متوقع. ولما سألته هو بيعمل إيه، ديلان ما بيردش وبيكمل قرب، والأمور ما بينهم بتخرج عن السيطرة. وفي نفس الوقت بعد ما أنتوني وميجان خلصوا العشاء وكانوا ماشيين بالعربية، فجأة أنتوني وقف في نص الطريق وبدأ يظهر إعجابه الشديد بميجان. وبعد ما خلصوا وأنتوني رجع لبيته، لحسن الحظ ديلان كان خلص هو كمان مع شارون وكان مستني أنتوني قدام الباب. وبعد ما أنتوني بيشكره على مساعدته ليه، ديلان بياخد عربيته وبيرجع لبيته. ووقتها بنعرف إن ديلان هو اللي بعت الرسالة لشارون على الإيميل، وكمان كان قاصد إنه يكون صديق لأنتوني لأن ده جزء من خطته الكبيرة اللي بينفذها واللي هنعرفها بعدين. وتاني يوم شارون وهي موجودة في البيت بتاعها بيجيلها رسالة من ديلان وبيقول لها فيها إنه عايز يشوفها دلوقتي عند بيتها التاني لأنه معاه مشتري للبيت. وبالفعل شارون بتروح لهناك، ولكنها بتلاحظ إن ديلان موجود لوحده. وفجأة بيبدأ يقرب منها أكتر، وشارون بتقرب منه هي كمان. وفي الوقت ده في عربية بتقف قدام البيت، والسواق اللي فيها بيبدأ يصور مقطع فيديو لشارون وديلان وهم قريبين من بعض. وتاني يوم ميجان بتروح تقابل أنتوني في الكلية وبتوريله مقطع الفيديو اللي أمه وصاحبه ديلان قريبين من بعض فيه.
ووقتها بنكتشف إن ميجان هي اللي صورت مقطع الفيديو ده من داخل العربية في الليلة اللي فاتت. وميجان بتقول لأنتوني إن ديلان هو اللي اتصل بيها ودعاها للبيت امبارح، وده معناه إنه كان قاصد إن ميجان تشوفه وهو مقرب من شارون. وبعد ما أنتوني سمع الكلام ده انهار تماما وساب ميجان ومشي. وفي اللحظة دي ديلان بيروح لميجان وبيخطف منها الموبايل بتاعها، وبعد ما بينقل الفيديو بتاعه هو وشارون على الموبايل عنده بيرجع الموبايل لميجان، واللي بتكون مستغربة ومش فاهمة هو ليه بيعمل كده. وفي الوقت ده لما شارون كانت قاعدة مع السكرتيرة بتاعتها في البيت، فجأة بتلاقي فيديو مرفوع على الإنترنت ليها هي وديلان وهم قريبين من بعض. فشارون اتصدمت. وبعدها بنشوف أنتوني وهو قاعد في بيتهم التاني لوحده، لأنه كان في قمة الغضب من أمه بسبب الفيديو اللي شافه. وفي الوقت ده بتجيله رسالة من ميجان وبتقوله فيها إنه يقابلها في بيت ديلان ضروري. وبالفعل أنتوني بيروح لهناك بسرعة، ولكنه بيلاحظ إن باب البيت مقفول. وفي اللحظة دي ديلان بيظهر فجأة من ورا أنتوني وبيضربه بشكل مفاجئ. وساعتها بنكتشف إن ديلان خاطف ميجان، وهو اللي بعت الرسالة لأنتوني من موبايل ميجان علشان يجيبه لهنا ويخطفه هو كمان. وبعدها بتيجي رسالة لشارون على البريد الإلكتروني، والمرة دي الرسالة بيكون مكتوب فيها إن شارون لازم تروح لبيتها التاني دلوقتي لو عايزة تعرف الحقيقة. وبالفعل شارون بتجهز نفسها علشان تروح لهناك، ولكن قبلها بتتصل بصديقها الضابط وبتحكي له عن كل حاجة. وبعد ما شارون بتوصل لبيتها التاني فجأة بتلاقي ديلان في وشها، وبيتم تشغيل مقطع فيديو على شاشة عرض كبيرة. وبيكون موجود في الفيديو راجل بيلعب مع ابنه، وبنكتشف إن الراجل ده هو شخص من ماضي شارون، وكانت بينهم علاقة قديمة مخبياها عن الكل. وبنكتشف إن لما الناس عرفوا باللي حصل ما بين الراجل وشارون والراجل اتفضح قدام مراته، الفضيحة دي كانت السبب في نهاية مأساوية لحياته. وبعدها أم ديلان فرقت الحياة هي كمان بسبب صدمتها من اللي حصل. ومن وقتها وديلان بقى لوحده تماما في الحياة وبقي يتيم الأب والأم، وكل ده بسبب ماضي شارون مع أبوه واللي دمرت أسرته بالكامل. وعلشان كده ديلان قرر إنه ينتقم من شارون. بدأ يصاحب ابنها أنطوني علشان يقرب منها هي، وقرب منها وخلاها تتعلق بيه، وبيعرفها إن هو اللي كان السبب في نهاية حياة جوزها. وبنعرف إن انتقام ديلان لسه مكمل، لأنه بيطلب من شارون إنها تواجه نفس المصير، وإنها تعمل ده بنفسها دلوقتي من غير ما هو يلمسها. وبيهددها إنها لو ما عملتش كده ابنها اللي محتجز عنده هيكون في خطر. ولكن شارون مش بتهتم لكلامه، وبتضربه ضربة قوية في رجله وبتطلع تجري من البيت. وفي الوقت ده الضابط صديق شارون بيوصل للبيت، ولما شارون بتحكي له عن كل حاجة الضابط بيجهز مسدسه وبيدخل يدور على ديلان. ولكن ديلان بيكون هرب من البيت. وبعدها الضابط وشارون بيروحوا يدوروا على ديلان في البيت بتاعه، ولما مش بيلاقوه هناك برضه بيروحوا يدوروا عليه في الغابة اللي جنب بيته. وفي نفس الوقت بنشوف أنطوني وميجان وهم مربوطين في شجرة داخل نفس الغابة، وبيفضلوا يبذلوا مجهود كبير لحد ما بيقدروا يفكوا الحبل ويحرروا نفسهم. وفي الوقت ده الضابط وشارون بيستمروا في بحثهم داخل الغابة، ولما بيقفوا يريحوا شوية فجأة ديلان بيجي من ورا الضابط وبيوجه له ضربة قوية في ظهره، وبياخد المسدس بتاعه وبيوجهه ناحية شارون. ولكن في الوقت ده أنطوني بيكون وصل لهم وبيقف قدام أمه علشان يحميها من ديلان، واللي بيفضل يحذره إنه يبعد عنها بدل ما الأمور توصل لنهاية مأساوية ليهم هما الاتنين. بس فجأة الوضع بيتغير تماما لما ميجان بتيجي من ورا ديلان وبتهجم عليه. ولما ديلان بيقع على الأرض شارون بتروح تاخد المسدس منه بسرعة، ولما كانت على وشك إنها تنهي شره ابنها أنطوني بيمنعها وبيقول لها إن القانون هيعاقبها لو عملت كده. وساعتها شارون بتسمع كلام ابنها وبيسيبوا ديلان وهو في حالة صعبة وبيمشوا. وبعد كام شهر بنشوف شارون وهي مخطوبة لصديقها الضابط، وابنها أنطوني وافق إنه يسامحها على أفعالها اللي كانت في الماضي، وعلاقتهم مع بعض اتحسنت ورجعت زي الأول. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.